حواوشي الرفاعي بتاع القاهرة فتح في اسكندرية وعامل شوية عروض جبارة. تفتكروا العروض دي هتأثر على الجودة ولا لا؟ مكانه في العصافرة على البحر، مكان فندق الوردة البيضاء. طلبنا عرض الصحاب وعرض ميكس تركي، وهنشوف مع بعض هو علينا ولا ما علينا. ما تنساش تعمل لايك وفولو وتدعي لاخواتنا في فلسطين والسودان. اول حاجة كانت عرض الصحاب، وده كان عبارة عن 2 حواوشي، واحد ميكس لحمة بسطرمة والتاني حواوشي هالبينو، وبيجي معاهم بطاطس وطحينة ومخلل. هنبتدي بأول واحد وهو الميكس لحمة بسطرمة. كمية البسطرمة اللي فيه معقولة، والبسطرمة مش مالحة خالص، ومخدوم في اللحمة بصراحة، مليان لدرجة ان مفيش اي حتة عيش فاضية، وعليه شريحة جبنة وفلفل كوبي. اللحمة اللي مستخدمينها بلدي وتتبيلتها بسيطة، اعتقد ان هم مستخدمين بس ملح وفلفل وبهارات لحمة، لان طعم اللحمة باين قوي. ميكس اللحمة مع البسطرمة عجبني جدا، والعيش شارب من دهون اللحمة اللي مش كتير، اللي ما تخلينيش اقول عليه ان هو مدهن، فيتاكل اصلا لوحده حاف. ممكن اديله 8 من 10. كمية البطاطس اللي بتيجي مع العرض يعني معقولة، مش كتير قوي ومش قليلة. علبة الطحينة صغيرة قوي على رغيفين. اما بقى بالنسبة للمخلل، احنا كاسكندرانية بنحب المخلل مع الحواوشي، فالكمية اللي مطلعينها دي قليلة جدا. لو لسه بقى ما عملتش لايك، احنا اصحاب عادي، اعطيني لايك. تاني واحد في عرض الصحاب وهو حواوشي هالبينو، وده كان تقريبا مستوي زياده جدا، لان العيش كان ناشف قوي لدرجه ضايقتني. لو حد جربه وطلع غير كده يقول لنا في التعليقات. المفروض ان ده حواوشي هالبينو، بس فتحت ادور على الهالبينو في كل حته ما لقيتهوش، مفيش غير اللحمه وشريحه الجبنه. بعد قطمتين كده اتفاجئت ان هو حامي، فتقريبا هم مقطعين فلفل حامي في الخلطه بتاعه اللحمه، مش حاطين هالبينو من فوق. تقريبا ده الهالبينو بالنسبه لهم يعني. بصراحه هو ما عجبنيش قوي بسبب موضوع ان العيش كان ناشف جدا ومتفتح من كل حته، ولكن زي ما قلت ان طعم اللحمه كان كويس، لكن اوفرول الساندوتش ده ما عجبنيش. ممكن اديله 7 من 10. لسه برضه ولا عملت لايك ولا فولو. طيب يا سيدي شكرا. تالت واحد هو عرض ميكس تركي، وده كان عباره عن حواوشي ميكس تركي مدخن وبطاطس ومخلل ومشروب. نفس الموضوع برضه، البطاطس كميتها معقولة، المخلل قليل جدا، وعجبني انهم بيستخدموا مشروبات مصرية. بالنسبة للحواوشي نفس تتبيلة اللحمة الحلوة اللي عجبتني، عليها شريحة تركي مدخن وفلفل كوبي وشريحة جبنة. وبصراحة الحواوشي ده خطفني، العيش كان طري جدا ودايب وشارب من دهون اللحمة، اللي زي ما قلت لكم ان هي مش كتير، لدرجة ان هو ما تخلينيش اقول عليه ان هو مدهن. لا بصراحة هو افتكاسة، واللي يخليني ان اقول على الحواوشي ده ان هو ما علينا. اديله بصراحة 9.5 من 10. اما بقى لو انت وصلت لحد هنا فاحنا خلاص بقينا اصحاب، ما ينفعش تطلع من هنا غير لما تكون عامل فولو عشان نكون مع بعض في كل الفيديوهات اللي جايه. اما اللايك بتاعك بقى لو هو مش مهم بالنسبه لك، فهو عندي كبير قوي وحاجه بتفرحني جدا. يلا اشوفكم في فيديو جديد، سلام.